السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة تحدثنا عن حادثة شق الصدر التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يلعب مع الغلمان وعبد الله ابن حليمة السعدية. فلما روى عبد الله ما حدث إلى أبيه وأمه فخافت حليمة السعدية، فردته حليمة إلى أمه خوفا عليه، ومكث مع أمه حتى بلغ السادسة من عمره، فاصطحبته أمه في زيارة إلى قبر أبيه في يثرب المدينة المنورة، وكانت قد اعتادت على ذلك سنويا برفقة جده عبد المطلب وجاريتها أم أيمن، كما أرادت أن تعرفه على أخواله من بني النجار في المدينة. وفي طريق العودة عند قرية الأبواء ما بين المدينة ومكة مرضت أمه وتوفيت فدفنت بالأبواء، فعاد به جده عبد المطلب ومعه جارية آمنة بنت وهب وهي أم أيمن، فتولى رعايته عبد المطلب، وكان يهتم به ويعطف عليه ولا يدعه لوحدته المفروضة، وكان يؤثره على أولاده ويغمره بحنانه، ويجلسه في فراشه المخصص له عند الكعبة في الوقت الذي لا يجلس عليه أحد من أولاده إجلالا له. فإذا جاء محمدا صلى الله عليه وسلم ليجلس عليه يأخذه أعمامه ليبعدوه عنه، فلما رأى عبد المطلب ذلك منهم فقال لهم: دعوا ابني هذا، فوالله إن له لشأنا، ثم يجلس معه على فراشه. وعندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الثامنة من عمره توفي جده عبد المطلب بمكة. وبعد وفاة جده عبد المطلب تولى رعايته عمه أبو طالب اسمه عبد مناف، وطالب هذا ابنه فكني به، فضمه بعطفه ورعايته وأولاه حبه وحنانه. كان محمد صلى الله عليه وسلم مختلفا عن غيره من الصبيان، كان قليل الكلام، يتأمل سجود قومه للأصنام، ويتساءل كيف يسجد العاقلون لحجارة لا تضر ولا تنفع، ولذلك ابتعد عن قومه وعبادتهم للأصنام، وراح يقضي الكثير من وقته في رعي الأغنام ليساعد عمه. وكان يرى أن رعي الغنم حرفة تعود صاحبها على السكينة والوقار والصبر وقوة التحمل والتواضع واليقظة والنشاط، ولا شك أن حرفة الرعي تعطي مجالا للراعي للتأمل في الكون، فالأغنام إذا انشغلت بموطن الرعي لا تتحرك منه إلا بعد ساعات، وهي بالنسبة للراعي ساعات يقتصر عمله فيها على المراقبة الصامتة من بعيد، وهي فرصة واسعة لتقليب البصر والبصيرة من خلال التأمل في ملكوت السماوات والأرض. أراد أبو طالب السفر في تجارة إلى الشام، فأخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سنه حين ذاك 12 من عمره. ولما وصل بصرى وهي قرية في الحدود بين الشام وبلاد العرب، وهي الآن مدينة تقع في محافظة حوران جنوب دمشق، قد قابلهم بالقرب من بصرى راهب نصراني اسمه بحيرة، فتوسم فيه مخايل النجابة، ولمح فيه علامات النبوة كما وردت في كتبهم من الغمامة التي كانت تظله في غدوه ورواحه، ومالت وتدلت أغصان الشجرة عليه لما جلس تحتها، كما عاين خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الراهب لا يكلم قوافل قريش، ولكنه لم يتمالك نفسه،
فسأل الراهب بحيرة أبو طالب: من يكون هذا الغلام؟ فرد: إنه ابني. فقال له: إذا صح ما رأيته من علامات على هذا الصبي فما ينبغي أن يكون أبوه حيا. فقال له: إنه ابن أخي، لقد مات أبوه وأمه حبلى به، وأنا أربيه الآن مع أولادي، هو قريب إلى قلبي مثلهم. فقال الراهب: صدقت، فأرجع به واحذر عليه، فإنه سيكون لابن أخيك شأن. فقال له: سيكون له شأن؟ فرد الراهب: أجل، حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجرا ولا شجرا إلا وخر ساجدا، وهما لا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة على كتفه، وإنا نجده في كتبنا. فقال له: أيعقل ما تقول يا بحيرة؟ فرد الراهب: نعم، نصيحتي لك أن ترجع إلى بلدك، وأن تنتبه عليه، وألا تعود به إلى الشام، فابن أخيك سيكون له شأن عظيم. أبو طالب بالخوف على ابن أخيه، فبعثه إلى مكة وتعهده بالرعاية، وظل أبو طالب سندا للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما واجهه من صعوبات في حياته حتى توفي أبو طالب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15 من عمره شهد حرب الفجار، وسميت بذلك الاسم لوقوعها في الأشهر الحرم التي كانت بين قريش ومن معهم من كنانة وبين قيس علان، وقد وضعت تلك الحرب أوزارها صلحا. وعقب منصرف قريش من الحرب في شوال تمت دعوة لحلف الفضول في ذي القعدة، وكان أول من دعا إليه الزبير ابن عبد المطلب، الذي كان هدفه نصرة المظلوم على الظالم، وكان مقر انعقاده في دار عبد الله ابن جدعان، وقد حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله ابن جدعان حلفا ما أحب لي به حمر النعم، ولو دعي به في الإسلام لأجبت. وبكده نبقى خلصنا حلقة النهاردة، وإن شاء الله هنتكلم في الحلقة القادمة عن اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة وزواجه من السيدة خديجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.